اهلا وسهلا بيكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده باذن الله هيكون فيديو قوي جدا في القناه، وان شاء الله باذن الله هنحل فيه مشكله قويه قوي. ويلا بس نخش على الفيديو على طول عشان ما نطولش كتير في المقدمه. المشكله اللي هوريها لكم دي عشان دايما لما اقول لكم صوروا فيديوهاتكم بالعرض مش بالطول تعرفوا ان انا بتكلم صح مش غلط. طب اثبت لنا يا محمد. طيب تعال اوريك فيديوهات. مثلا انا دلوقتي في الصفحه الرئيسيه اهو، بنزل معاك اهو واحده واحده. خلينا زي ما احنا. بصوا يا شباب، عندك فيديو زي الفيديو اللي متصور بالطول ده. بص الفيديو ده بصوره مصغره، بس بص هو من بره تحس ملوش صوره مصغره. ليه؟ لانه متصور بالطول. انزل تاني وانت اعمل كده، افتح اليوتيوب عندك وافضل انزل كده لحد ما تشوف الفيديوهات اللي متصوره بالطول. عندك ده اهو، اهو فيديو متصور بالطول، سبب وفاة زوجة الشيخ عبد الله رشد الله يرحمه. اهو بص على من بره هتلاقي من غير صورة مصغرة. تمام، انزل كمان اهو من غير صورة مصغرة. طب ايه الحل؟ الحل ببساطة شديدة هو لما انت تكون بتعمل مونتاج لفيديوهاتك، خلي المونتاج بتاعك على مقاس اليوتيوب اللي هو 1280 في 720. طب ما تورينا يا محمد الكلام ده مباشر. طيب هتفتح برنامج المونتاج بتاعك اللي انت بتمنتج بيه اي فيديو ليك. اوكي. يعني انا مثلا الفيديو ده اللي انا بصوره ده دلوقتي انا هعمل فيه ايه مثلا يعني. استنى بس البرنامج يفتح عشان عندي بس الدنيا بطيئة شوية بسبب مش عارف التليفون مهنج الفترة الأخيرة، معرفش ايه السبب، بس مش مشكلة. بس نستنى شوية اهو. هتقول له نيو بروجكت. تمام، وانت بتختار نيو بروجكت اختار مقاس اليوتيوب اللي هو 16 ل 9، ما تختارش اللي هو 9 ل 16، اختار 16 ل 9 وقول له اوكي. وحط الفيديو بتاع حضرتك سواء كان الفيديو اللي انت بتصوره او اي فيديو عموما. اختار الفيديو بس اهم حاجة تختاره بالمقاس اللي انا وريته لك ده. تمام كده. يا رب اكون فهمتكم الفكرة اللي انا عايز اوصلها لكم، ودايما بنصح ان فيديوهاتنا تكون بالعرض مش بالطول. بس يا شباب، والسلام عليكم.